مرحبا مرحبا باليوم ال14. اليوم شو 14 كمان يوم بالليل. سبحان الله على وقت الانجليزي. والله العظيم والله العظيم طول ما انه في على اليوتيوب شيء اسمه زي امريكان انجلش حاجة ما حدا يقول لي ما بعرف انجليزي. انت بدك تتعلم يا رجل، ما منطقي هالزلمة يا شباب ويا صبايا، ما منطقي هالزلمة عن جد. هلا انا بكره فيه شغلة وحدة، انه اسلوبه مثل تبع المدرسة، انه جيب ورقة وقلم وكذا هيك. بغض النظر اذا انت تتفرج عليه انت مركز، مو تتفرج عليه اي فيديو عادي بس هيك تابع معه يعني زي ما بيقولوا. فصدقا صدقا صدقا فوائد تبعه مخيف للزلمة. وحتى لو انك مثلا عنده سلسلة القواعد حلو، يمكن شي 25 فيديو، اوكي احضر هاي ال 25 فيديو 6-7 مرات، شو المشكلة؟ ما احسن من مش كسر الشبكة. فالصبح عندنا حوالي 15-20 دقيقة على الدولينجو، والمساء حوالي الساعة زي امريكان انجلش. لازم انا انجليزيتي منيحة، بس لازم تصير انجليزيتي كتير منيحة، يعني بحس انه انا ما اوقف. كيف يعني ما اوقف؟ انا بدي احكي مع شخص اجنبي اقطع مرحلة اني افكر لا احكي. الاحاديث العادية اوكي قطعت هاي المرحلة الحمد لله رب العالمين، يعني ما عاد افكر حتى احكي الاحاديث العادية. بس في كتير جمل تدخل مثلا موضوع بحديث، يعني لحد اليوم لحد هاي اللحظة والله العظيم كل مرة اقول دور عليها، هلا بس خلص راح افتح دور عليها. مثلا انا ما بدي هي، بس اخذتها منك عشان ما تزعل، مشان ما تزعل. دائما بقول للشخص الثاني I think if I will not take it you will be sad. هي اكيد غلط. sad يعني حزين، مشاعر feelings حزين. ما تزعل يعني مشان ما تكون انه ما انك راضي. you are unsatisfied ممكن نقول عنه، ما بعرف. you are not satisfied ما انك راضي، بس كمان لا الى معنى ثاني. هلا بدور عليها او تطلع معي لحالها، ما عندي مشكلة. المهم اليوم 14 الحمد لله رب العالمين. المفروض بقانون العادات في كتاب اسمه العادات الذرية، اسمه العادات الذرية، يمكن شيء العادات الذرية واسمه العادات الذرية لحاله. كنت حاضر له ملخص زماناتي، ما قريت ولا شيء لا، بس حاضر له ملخص هيك بدوبا ميكافين. ففي واحد من قوانين العادات بيقول لك انه متى ما استمرت على العادة 14 يوم فانت ضمنت انه مخك تعود على العادة، بس المفروض بقى تطور العادة. هلا في كتير عادات بحياتنا يعني نطلع عليها انه احنا يا بدنا نغيرها يا بدنا نحسنها، هيك الحياة بالاخر. حكينا هذا الشيء قبل نحن، الا اذا ما بدنا نحن شيء ما في داعي نقعد نشكو ونبكي عندنا حل من اثنين. صارت الدنيا واضحة جدا والطرق واضحة جدا. حل من اثنين، يا اما اللي عندنا يا كافي والحمد لله نقعد نسكت يا اما مو عاجبنا وعم نشتغل نغيره. اما مو عاجبنا وما بنساوي شيء بس بربر والله ما هيك وما في وشيء حط واضرب. حجي بتعرف تسوي اكسل شيت؟ لا والله. طب بتعرف تكتب على الوورد؟ لا والله. والله يا حجي طب بتعرف تدور على الانترنت تعمل شيء داتا سيرشنج؟ بس سيرشنج نورمال، انا بدي منك الموضوع الفلاني دور لي على المعلومات واعطيني اياها. ايه سهله، دور لي شو بروح على جوجل بيكتب. لا يا اخي جوجل هذا اضعف شيء، هذا اخر شيء تفكر فيه. طبعا تفضلوا على النت. مثلا تعرف شو هي السوفت سكيلز؟ لا والله. طب بتعرف شي قوانين المبيعات؟ لا والله. طب بتعرف شي عن الماركتينج؟ لا والله. الله اكبر. طب شو بدك لك يا اخي؟ انجليزتك منيحه يعني منيحه بس ما زياده. شو يعني منيحه بس ما زياده؟ 90% منها منيحه بس ما زياده. شو يعني منيحه وما زياده؟ تعرف انجليزي او لا؟ فهم وتكلم وكتابه وكلام وحديث conversation، كل وحده إلى درجات. تمام. اغلبنا ضعيف بالكتابه اوكي عادي، الموضوع ما كتير مشكله يعني، ما نغلط بالقواعد ما نغلط بالايه بس بالحكي والله لازم يعني لازم كنا نحكي انجليزي، نفهم عن حوالينا يفهموا علينا الى اخره. اليوم حس حالي هايبر زياده عن اللزوم. شو بدنا نحكي؟
ولا شيء ولا شيء. والله أتمنى تدعموني شوي، تساعدوني شوي، تحفزوني، وأتمنى يصير عندي شركاء يشتغل أنا وياهم، يعني إنه نسوي مجموعة معينة، حدا يكون ناوي يغير نفسه، حدا يكون ناوي يسوي أفضل. أتمنى أنا أخذت خطوة معينة، يعني أنا أخذت خطوة نفسية ومادية، يعني دفعت فلوس حق هذا اللابتوب فوق $1000 $1200 $300 هيك شيء مشان هذا الموضوع. بس أنا لو بدي الشغل العادي وأفلام كنت جبت لابتوب شو مكان مستعمل حتى $200 يعني. فأنا جبته انفيديا جي فورس RTX 3050 تي اي ريزون 5 رامات 16 شاشة OLED، يعني جبت شيء مشان تشتغل مظبوط، مشان ما يكون عندي اي حاجة، ما يكون عندي اي خدمة، وعشان ينفعني. فأخذت خطوة نفسية ومادية، وهي خطوة منيحة، هي خطوة منيحة. المساء عم التزم بساعة، الصبح عم التزم بين الساعتين للساعتين ونص، كمان هي خطوة منيحة. يعني اليوم وقت فيقتي هلا كان هو عز نومتي قبل، لما عم فيق 6 أو 6:15 عم حس حالي متأخر. قبل كنت إذا فيق الساعة 8:30 يكون لسه بدي أنام. فأتمنى نضل مستمرين على هالشي. وبقى بدي بلش هلا العادات اللي عندي إياها الحابة، مثلا أول الدخان. قصتي مع الدخان طويلة، يعني طويلة كتير 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 كتير، ونبقى بنحكي فيها. يعني أنا تركته أكتر من 1.5 سنة ورجعت له هيك شهر فقط. يعني اشتهيت قمت رجعت، مع انه اشتهيت رجعت فورا لا، ضل الموضوع معي حوالي 20 يوم للشهر بين اي ولا وشو مشكلة. اخطر شيء بالدنيا هي حادث النفس، والله العظيم انه هون ببلش بقى مخك ينزل بالمعيار ينزل بالمعيار ينزل بالمعيار. وفي نظرية علمية كتير مهمة عن العقل الباطن، بيقول لك لما عقل الباطن تبعك بيوهمك انك انت عم تناقش نفسك حتى تاخذ قرار، بيكون هو اوريدي اخذ قرار خلص، بس نترك لحتى شو الديمقراطية تبعك. اي والله هكذا. يلا اشوفكم بخير، السلام عليكم.